شادية إدارية مؤتمر ستار ناحية ديرك من المكون العلوي. نحن تقريبا أكثر من 20 سنة عايشين بمناطق شمال شرق سوريا كمكون علوي. نحن من أول الأزمة السورية العائلة كاملة انضمت لصفوف أول شيء وحدات حماية الشعب اليبكي، وفي عنا من أهلنا شهداء بقوات الأمن الداخلي الأسايش، وانضموا رفاق كثير لجبهة الدفاع المشروع من أهلنا. كمان نحن كمكون علوي عشنا يعني مع بعض مع جميع المكونات بهالمنطقة، لهيك الأزمة السورية ما أثرت علينا كطائفة، بالعكس كان انضمامنا القوات أول شيء كانت القوات الشعبية، كانت ما كانت القوات مشكلة عسكريا. نحن كمان كحماية انضممنا لجميع الحروب اللي صارت بالمنطقة، بدءا من حروب تلكوتشر مناطق الشنغال. يعني أنا كأندامي كمان كنت أحمل مثلا العناية الطبية، كنت أطلع ضمن جبهات كمان كمساعد ممرض في صفوف الحرب. يعني عائلتي بمكان وأنا بمكان، يعني كان هذا واجب علينا، يعني حتى شاركنا بهيك مجالات، يعني لحتى صار في تشكل القوات العسكرية وانضمينا لصفوفها. تقريبا عائلتي مع البنات وشباب انضموا، ولحد هاللحظة نحن منضمين. نحن كمان كمرأة بمجتمعنا كطائفة علوية كمان كان في قناعة تامة للانضمام، لأن الإنسان إذا ما عنده قناعة وإرادة ما يقدر ينضم لأي مجال كان عسكري ولا سياسي. هلا تقريبا 4 سنين أنا ضمن حركة المرأة بكونغرس ستار، 4 سنين من العمل والتواصل والتنسيق. عن سنين الأزمة على مدى 15 عام كانت كتير قاسية على شعبنا بشمال شرق سوريا، وكمان كان لها تأثير على مناطق أهلنا كمان وشعبنا في باكور كردستان وإقليم كردستان. طبعا الهدف كان من افتعال هاي الأزمة إنه شن الحروب الدائمة طويلة المدى، وكمان دوام الحروب اللي ما رح تنتهي. كمان إفشال مشروعنا هو مشروع الأمة الديمقراطية اللي طرحه القائد عبد الله أوجلان ضمن مفهوم الإدارة الذاتية. كان الهدف من هالحرب وافتعال هالحرب هالأشياء إنهاء مفهوم الأمة الديمقراطية اللي كانت كل الشعوب المنطقة متعايشة، كان عرب كرد سريان آشور يزيديين من كل المكونات وكل المعتقدات والأطياف. لهيك الحرب انفرضت على شمال شرق سوريا، انفرضت علينا. لهيك نحن كشعب كمان ضمن هذا المفهوم نحن في إيمان إنه نحن كشعب كمان نحن شعب مساند لقواتنا، مساند لقيادتنا لإدارتنا. لهيك الشعب لمسنا كثير المشاهد اللي صارت بسد تشرين، سد الشهداء، سد المقاومة. شفنا الانضمامات لشعبنا من كافة الأعمار، من كافة الأطياف، كمان من كافة المناطق دون تردد. يعني كانت القافلة تتسمى باسم مثلا ديرك، يكونوا الرفاق قبل فترة مجهزين حالهم محضرين حالهم. كمان كمرأة نحن يعني كان الانضمامات كثيرة، يعني بشكل ما كان حتى التعداد نعد التعداد. يعني الانضمام المرأة كان هدفها انه القوات العسكرية اللي تكون متواجدة هنيك لحماية السد كانت تعتبرها المرأة انه هي هذا ولدها بنتها. هذا الاندفاع العاطفي اول شيء لحب الحماية للمساندة بأقل الإمكانات. يعني كانت الاتجاه نحو السد من قبل المرأة كان معنوي أول شيء، وثاني شيء حافز لقواتنا. كمان كان في يعني
مصادر موثوقة انه كنا كمان نعرف انه رفاقنا ضمن هاي الصفوف كانوا يعرفوا انه نحن كمجتمع كشعب نحن رح نجي نساند، نحن رح نجي ندعم من قلب، يعني نحن جايين بإرادة قوية وطوعي وشيء اندفاعي، اندفعنا من هالشيء مثل ما قلت اول اللقاء، يعني اول الأزمة هي اللي فرضت علينا هالشيء، فرضت انه نحن على طول كنا خلال لقاءاتنا وبرلماناتنا وندواتنا ومناشداتنا على طول نحن ندعي للسلام، ندعي للأمن، ندعي لحل هالأزمات، بس كانت الحرب بالعكس مفروضة علينا، لهيك نحن تلقائيا رح ندافع عن هالأرض، ندافع عن هالقضية، ندافع عن هالمشروع يلي صار بكد وتعب واستشهاد قوافل من الشهداء. لهالشيء هالسبب الوحيد هو اللي خلانا نروح، خلانا نندفع. نحن كمرأة يعني حطينا هدف قدامنا انه نحن بدنا نروح، شو ما كان في يصير علينا، شو احداث تصير علينا، نحن رح خلص عندنا هدف، بدنا نحن نوصل فكرة انه للشعب او للناس اللي عم تراقبنا، ان كان بالاعلام، ان كان على مواقع التواصل، يعني كان كله كان الحدث الاكبر بالسد، كانت الانظار كلها متجهه لهالمنطقه الجغرافيه يلي بسد تشرين. لهيك نحن وصلنا هاي الرساله، بلكي بالقوافل اللي راحت صار في تعرضنا كثير لقصف واستهدافات، كان بين اللحظه واللحظه يكون في استهداف، يعني حوالين محيط السد كان في هالاستهدافات، كل هالشيء كان في إرادة، كان في معنويات عالية، صدقي كان يصير الاستهداف نحن نطلع نرقص ديلان، نحن نعطي معنويات، نطلع زندي مباشر، نحكي نعد ردة الشعارات، كان مو بس كشخص أو أشخاص، لا كل جروب يطلع يشوف هالاندفاع لهالشيء، نحن نطلع. احداث صارت باول جروب، نحن منطقه ديرك نروح، اول حدث كان في ما كان في انه الناس تعرف شو هو الهدف انه نروح، وصلنا للمكان ووصلنا الرساله اللي نحن رايحين مشانها، وطلعنا بشكل مباشر على التلفزيون نخبر انه نحن بهذا الموقع، نحن بهالمنطقه يلي نحن لازم الشعب لازم يحميها، الشعب لازم يوقف جانب قواته، اعطينا هي الرساله. بس صار وقتها الاستهداف كلها شافت عن طريق التلفزيون، يعني صار هالاستهداف خلال صاروخين انضرب بالديلان نحن عم نرقص، صار في استشهاد رفيقات، الشهيدة حزنة كمان استشهدت، كانت ضمن الديلان، رفاق كثير صار في جرحى، صار في انه نحن نعرف انه هالاستهدافات دائمة، بس ما توقعنا انه بلحظة انه نحن نطلع بهي فترة الاستراحة، فترة الرقص، انه يصير هيك علينا. صار في عند بعض الرفاق مو خوف لا ابدا، بس كان في هيك زعل كان موجود على وجوه الاهالي اللي راحت. نحن بشكل مباشر نحن كنساء موجودين هنيك رحنا لمكان التفجير ونقلنا الجرحى مع الطاقم الطبي اللي كان موجود، يعني صدقي الإعلام كان ينقل المصداقية من هنيك. في بعض القنوات صارت تقول ما في طاقم طبي، ما في دكاترة، ما في ممرضين، لا بالعكس كان في طاقم طبي مجهز من كل العدات الطبية، كان في أماكن خاصة للرعاية الجرحى. نحن كمان بشكل مباشر صرنا طوعي طبعا ننقل هالرفاق الجرحى، ناخذهم لمكان الطبابة نطببهم، ضلينا مرافقين لهم فترة زمنية لحتى انه يهدى الوضع الامني. في معالجة تساعدنا، أنا هيك معينة بالتمريض كمان، كونه عندي خبرة ساعدت، تبنيت حالي، يعني قلت أنا أروح أساعد الرفاق، كونه إنه صارت الإصابات كثيرة، كان تقريبا أكثر من 37 جريح بأول استهداف، صار بعد الاستهداف الثاني كمان أكثر من 35 جريح، في شهداء كانوا، يعني واكبنا الأحداث مثل الحلم.
يعني جرحى وشهداء وناس بدك ترفعي معنوياتها، بدك تنقلي الصورة، بدك تطلعي على التلفزيون، بدك توثقي شو عم يصير، شو هالحقيقة اللي عم تصير، بدك تعطي رأيك للعالم. كان كله مباشر، إن كان ضمن معاينتنا للمرضى للجرحى، وإن كان وقت أعلنا استشهاد الرفيقات والرفاق يعني، وطبعا الدوام المتواصل مع الجرحى لحتى صارت فرصه انه نقدر ننقل الحالات الاسعافيه المستعصيه ما تقدر ضمن الاسعافات الاوليه، قدرنا ننقلهم على مناطق. حتى بعد ما طلعت سيارات الاسعاف وتنقل الجرحى كان في استهداف، كنا نخاف على هالطاقم الطبي اللي رايح بسيارات الاسعاف كمان تنقل الجرحى على مكان مشافي او مراكز طبيه قريبه، كان فيها الخوف عنا طبعا، لانه قلنا يعني سيارات الاسعاف تروح تحت الخطر، يعني ما كان في مده انه هي تستنى، لانه الكشف وطيران المسير كان بشكل مباشر، يعني بشكل ساعي، يعني ما كنا نهدى من اصوات الطيران. لهيك الرفاق اللي استشهدوا طبعا اكيد كانوا معنا بنفس المعنويات، وكانت ارادتهم قويه، وهن راحوا كمان يسندوا قواتهم واستشهدوا بهذا الهدف بهذا المكان يلي تسمى باسم سد الشهداء. طبعا هو سد الشهداء، كثير قوافل من الشهداء استشهدت ضمن هذا السد، انضموا لقوافلنا بتاريخنا، واكيد ذاكرتنا ما راح تنسى هالمشاهد، كانت مشاهد كثير كثير مؤلمه، بس كانت المعنويات اكيد عاليه، اكيد كان فيه هالقهر والزعل كان مبين علينا بمكانات يعني، بس كانت المعنويات اكثر من واجبك ترفعي معنويات الرفاق اللي جرحوا، الثانيين الرفاق اللي كانوا يهتموا كمان بالجرحى، الطاقم الطبي كمان بده رفع معنويات، ما كان في انسحاب، بالعكس كان في انضمام لطاقم طبي يجي. اكيد كانوا يشوفوا الانضمام من الاهالي، انه اهلنا معنا، هي كمان إلى معنى كبير، إلى تعبير خاص بحماية السد. لهيك القوافل تلقائيا بعد القافله الاولى نحن رحنا، صار صح في شهداء وصار في جرحى، بس كان في انضمام اكثر. القافله اللي بعدها صار في انضمام اكثر، القافله اللي بعدها صارت الناس خلص عرفت انه هي في مصداقيه، يعني مو انه نروح على السد نزور ونجي، في هدف لنا نروح نوقف مع قواتنا. وصدقي في اعلام، يعني نحن كنا متابعين للاعلام، ان كان المرئي، ان كان المسموع، ان كان مواقع اجنبيه، عفوا اعلام اجنبي، اعلام محلي طبعا، واعلام العربي، كان في نقل لهي الأحداث. في بعض القنوات كانت تغطي عن هالشيء، بس كان في محطات تعلن، كان في كانت ينشروا الخبر ويعطوا الصورة واضحة انه في استهداف، طيران ما عم يوقف، اهالي عزل رايحين بلا سلاح بلا شيء، في استهداف، كان في اخبار تنقل، نحن كنا عم نتابع. طبعا كان في بعدها كحركة مرأة نحن بكونغرس ستار كان في لنا رفاق كثير انضموا، ان كان بكل النواحي، ان كان باللجان، كان مجلس كونغرس ستار، كان بالمنسقية، صار في تنسيق كل فترة كل 5 أيام أو 6 أيام جروب يروح، يعني نتواصل معهم، ننسق معهم، الجروب اللي يجي في عنا علم نروح نزورهم، نخبرهم انه كيف كانت زيارة السد، بالعكس كانوا يعطوا معنويات لغيرهم. كانت القافلة اللي بعدها أكثر، 10 أندامات كانوا في الإعلام كان خلال 24 ساعة، يعني هلا الناس كانت تاخذ استراحات، تاخذ الإعلام لا، على مدى 24 ساعة مواكب الحدث، مواكب أي تطور، الاستهدافات كان ينقل المكان الاستهداف، زمان ومكان الاستهداف. لهيك نحن كحركة المرأة حسينا انه نحن من واجبنا كمان، نحن على مدى 12 سنة من الأزمة كحركة المرأة عم نقوم الناشد من خلال منابرنا، من خلال برلماناتنا، أكيد إلنا ممثلين بالبرلمانات عم يحكوا باسم المرأة بشكل عام.
شفنا الرفيقات يلي طلعوا إعلاميا وعسكريا من خلال المنبر الإعلامي، المنبر السياسي، حكوا باسم المرأة، باسم حركة المرأة، إنه نحن مع شعبنا، مع قيادتنا أول شيء، ومع قواتنا العسكرية وين ما كانوا يكونوا بأي مكان وزمان، ونحن كشعب مطلوب منا وواجب علينا حماية هالبلد، إن كان بالقلم، إن كان بالسلاح، إن كان باللقاء، إن كان بأي ندوة، بأي حوار. نحن كمان عم نناشد إنه نحن نكون ضمن الدستور اللي راح يتوصوا فيه، يعني الدستور السوري الجديد يلي رح يمثل المرأة أكيد ببند من بنوده، لأنه هذا حق مشروع لأننا نحن كمرأة. بعد كل هالنضال نحن من حقنا أنه ناخذ مقعد بالبرلمان أو بالدستور السوري الجديد، لأن نحن كمان كان هدفنا بهي الثورة، ثورة المرأة، كمان نوصل فكرة أنه المرأة قادرة على كل شيء، قادرة على أنها تمثل بالبرلمان، تمثل عسكريا، وأنجزت شيء عسكريا. كل بيعرف أنه حركة المرأة هي كانت الأساس بثورة سوريا. وهلا لحد هاللحظه يعني من دون تعب، من دون ملل، من دون توقف، لحركه المراه لسه متواصله، بالعكس صار مهامها اكثر، مهامها صار اصعب، انجازاتها لازم تكون قد هالثقه اللي انعطت لها. أكيد المرأة هي قادرة على هالشيء، وأكيد بالدستور السوري الجديد رح تكون ممثلة تحكي باسم كل المرأة اللي موجودة بسوريا وبالعالم كمان، لأنه هلا العالم عم ياخذ حذو ثورة المرأة في شمال شرق سوريا، عم ياخذوها برا منهاج لإله. نحن هذا الشيء كثير بيميزنا عن كثير ناس بالدول، ولا أي حركات لمرأة دوليا بتميزنا حركة المرأة بشمال شرق سوريا. هالأشياء وهالإنجازات يلي كانت بكد وتعب، قوافل من شهيداتنا كمان ما بننسى، من دون ما يصير تعداد مشان ما نقصي حدا، جميع الشهيدات اللي استشهدوا بهالثورة إلهم هالتعب وإلهم هالكد. إنجازاتنا اجت على من خلال تضحياتهم، دماءهم يلي روت أراضينا، أراضي سوريا. وإن شاء الله نحن كحركة المرأة عم نتواصل، عم ننسق لحتى تصير حركة المرأة على كامل جغرافية السورية، من خلال تنسيقاتنا رح تصير بمناطق أكيد مع أهلنا بدروز، أهلنا بالساحل، أهلنا العلويين. نحن كمان رح نتابع، نحن هذا عاتق علينا نصل لأي مرأة وين ما كانت تكون ضمن جغرافيتنا. نحن جاهزين كمان الحوارات الخارجية مع الدول الثانية، أي حدا يمد إيده للسلام نحن معه، أي حدا يمد إيده للحوار كمان نحن معه. نحن كحركة المرأة هذا هدفنا، هي أهدافنا من أول ثورتنا. لهيك كمان نحن كمان ما ننسى جهود وقيادة قائدنا، قائد عبد الله أوجلان، اللي كان على طول يرسم هذا الطريق للمرأة من خلال مرافعات ورسائله الخالدة اللي خلدت عمله على مدى أعوام. كان على طول يكرس مرافعاته ورسائله مش بخصوص المرأة، ويدعم، يقول أنا مع المرأة، ادعم حركة المرأة. أنا لازم أشوف الإنجازات بعد كل هالكد وهالتعب، وعم بلمس هالشي عند المرأة. ما حدا قادر يصنع هالإنجازات غير المرأة، لأن عندها إرادة وعندها نضال وعندها مقاومة، وشو أي شيء يتعرض له المرأة هي قادرة. كان القائد على طول يوجه الرسائل لنا، لهيك نحن قربانا منا وعرفانا لهالرسائل وهالفكر يلي ترعرعنا عليه. نحن نعطي شيء معنوي من اللي القائد كان يطرح له وعلى طول يناشدنا فيه. لهيك نحن القائد كمان عبد الله أوجلان سعينا كثير ببرلماناتنا وبلقاءاتنا وببياناتنا
انه القائد لازم يتلقى حريته الجسديه، لازم بعد كل المضي بهالمعتقل لازم القائد يكون خارج هذا المعتقل، لأن القائد بفكره وفلسفته كان يوجهها لكل الشعب، مش لطائفه او لحزب او لشيء. كان هو صاحب مشروع الديمقراطيه ونجح بامتياز، صار يحتذى بكل دول العالم، وصاحب مشروع الإدارة الذاتية اللي كمان هلا خطوة خطوة رح تنفذها الدول الثانية، رح ياخذوها كمان مثل ما ذكرنا منهاج إلهم. نحن مع هالفكر، نحن مع هالفلسفة العظيمة. لهيك إنجازاتنا على مدى سنين الأزمة كانت إنجازات بتعب وبكد ببعض مكانات قهر، لأنه كانوا نفقد بعض من رفيقاتنا يلي كانوا مباشر معنا يومي. هذا الشيء كان يحز ببالنا، بس كان بالعكس يدفعنا للقدم، لأنه أكيد استهدفوا أو استشهدوا بهدف أنه يفتحوا لنا مجال أو يفتحوا لنا طريق. هاي الإنجازات يلي وصلنا لها.